مساء الخير عليكم. نتمنى أن تكونوا بخير وكل عيد وانتم طيبين وخيرين. نتمنى أن ينال مضمون الحلقة إعجابكم. وفي البداية أحب أنوه وأكد أن أي ظاهرة بنعرضها بنعمل بس تسليط للضوء عليها وبنوضحها بدون توجيه أي إساءة أو نقد. هدفنا التوعية وعرض الوجه الآخر للظاهرة اللي بنعرضها. ويلا بينا نتعرف مع بعض ليه بقى كل ابليكيشنز الوسائل النقل اللي هي اوبر وتوصيلة وديدي بقوا وقر للتحرش ومحاولات الاغتصاب، ومش بس كده، ده كمان للشذوذ الجنسي. علشان نعرف ليه بقى هما وقر للحاجات ديت لازم نعرف التاريخ بتاع الشركات دي عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. بداية اوبر وديدي وتوصيلة كلها شركات مستخدمة لتأجير السيارات عن طريق الابليكيشن اللي احنا بننزله على الموبايل بتاعنا وبنبدأ نستخدمه. كانت البداية مع شركة أوبر اللي تأسست في عام 2010 على إيد كل من ترافيس كلينينج وغير كامب كشركة مساهمة أمريكية. يعني كده مش بيملكها شخص واحد، لا، دي شركة مساهمة بيمتلكها العديد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وهدفهم الوحيد، ونحط تحت هدفهم الوحيد مليون خط، المكسب دون الخسارة تحت أي ظرف من الظروف. ونتيجة الشكاوي المتعددة اللي كانت بتتقدم تحت مسمى التحرش والاغتصاب في عديد من البلدان في 2014 بداية من ولاية إليوني الأمريكية ضد السائقين، ثم في الهند، وحالات الاغتصاب اللي حدثت بعد كده من قبل السائقين في الهند، نتج عن كده فقط يعني رد الفعل بتاع الشركة بتاعت أوبر إن خلوا ضغطوا على المستثمر كلينينج عن إن هو يتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2017، وتعيين خسرو شاهي الأمريكي الإيراني بدلا منه في مكانه. وكان مدير فرع أوبر بمصر هو السيد يوسف أبو سيف من سنة 2200 من سنة 2022، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنيسياد. اما تاريخ ديدي هي شركة نقل برضو مستخدمة بس في اسيا بقى وروسيا وامريكا اللاتينية، وهي نفس سياسة اوبر، مش ملك لشخص واحد، وهدفها برضو المكسب دون الخسارة تحت اي ظرف من الظروف. وكالعادة شركة أوبر الأمريكية اللي كل اللي قدرت عليه إنها تعمله في الحوادث السابقة اللي احنا لسه قايلينها من الشكاوي بتاعة التحرش والاغتصاب سواء في أمريكا أو الهند، كان رد الفعل بتاعها مخزي بمعنى الكلمة، لأنها كل اللي قدرت تعمله إنها عزلت أحد المستثمرين من منصبه بالشركة، وما كانش فيه رد أو تعليق من الشركة في حالة اعتداء السائق على ست أو اغتصابها. وطبعا بنفس المنهج كان التعليق بتاع الشركة في حالة اعتداء السائق على حبيبة الشماع وعلى سيدة التجمع اللي كان عايز يغتصبها، وكل الحوادث اللي حصلت برضو كان رد الفعل بتاع الشركة مخزي. لان احنا لو نفتكر ان حبيبة الشماع الله يرحمها نتيجة ان السواق كان عايز يخطفها ويغتصبها رمت نفسها حفاظا على شرفها وتوفت نتيجة كده. فكان رد الفعل الممثل لهذه الشركة فقط انها بتقول انها بتشعر بالحزن العميق نتيجة هذا الحادث المؤسف والاعتداء سواء على حبيب الشماع او على سيدة التجمع، وانهم بيدينوا بشدة مثل هذا السلوك الخطير. ومش بس كده، كمان ده قالوا انهم هيتخذوا بالفعل جميع الاجراءات اللازمة ضد السائقين بما فيها ايقاف حساب العربية اللي صاحبها السواق المعتدي على التطبيق، وانهم عازمين على مواصلة جهودهم للتصدي لكافة اشكال الاعتداء الجنسي والعنف. ده كان نص المتحدث الامريكي المشارك في اوبر. ونقف هنا لحظة. بغض النظر ان تصريحهم غير مبرر ومخزي بجد يعني للمصايب اللي بتحصل، وان هم شايفين ان عقاب عملية التحرش والاغتصاب هو ان احنا نعتذر ونقفل الابليكيشن، وان هم يا عيني شعارين بالسوء وزعلانين كأنك انت حد دسك على صباعك او عضك او قرصك. فده بيبقى رد الفعل الطبيعي بتاع السواقين ان هم بيكرروا نفس السلوك، لان من ضمن العقاب سأل ادب، ما قالهاش معنى تاني لما اصلا ما فيش عقاب ولا في اي حاجه بتردع السواق ان هو بيشوف ان هو بيعمل حاجه غلط، سواء من الشركه اللي بتشغله اللي هي هدفها المكسب ومش شايفه ان عمليات التحرش ولا الاغتصاب اصلا سياستهم ده عادي ايزي كانك قرصتني يعني. فيبقى يخافوا من ايه السواقين؟
لما كل السواقين اللي شغالين في التطبيقات المختلفة اوبر ديدي توصيلة بيطلع تحليل دمهم موجب للمخدرات ايجابي، طيب يبقى ده طبيعي ان هم يبقى ده رد الفعل المغزي بتاع الشركات دي. طب الشركة بتجمعهم، هو في شركة محترمة بتشغل ناس عندها بتتعاطى؟ يعني في شركة محترمة بتشغل ناس عندها بتتعاطى مخدرات؟ والمفروض ان الناس دي بتحافظ على ارواح الناس اللي بتنقلهم من مكان لمكان تاني؟ ولا انتوا رأيكم ايه؟ يا ريت تشاركونا في الكومنت. ومفاجأة من العيار التقيل ان ابلكيشن النقل المختلفة ما بقاش بس وقل للتحرش والاغتصاب، لا ده كمان للشذوذ الجنسي، زي ما انت سمعت كده انت وهي، للشذوذ الجنسي كمان. لتطلع علينا شركة ديدي بحادثة مقززة بمعنى الكلمة، بطلها السائق اللي قام بالتحرش بطالب الثانوي وهو راجع من الدرس بتاعه ومروح لأكتوبر بكومباوند الخمايل. السائق عمل يعني فعل فعل غير أخلاقي مع الطالب، وحضراتكم فاهمين طبعا يعني ما معنى كلمة فعل غير أخلاقي. المفاجأة بقى ان السواق عنده 49 سنة ومتزوج وعنده أولاد، وعلميا النوع ده من الأشخاص بيصنف ان هو مزدوج الرغبات الجنسية، يعني له المقدرة على الزواج والإنجاب وفي نفس الوقت له ميول شاذة مع نفس نوعه. لما تم القبض على هذا السواق المنحرف سلوكيا، تم عمل تحليل مخدرات له وطبعا طلع ايجابي. ومش بس كده، ده كمان طلب الممثل القانوني لشركة ديدي، دي بقى المفاجأة، لسماع اقواله والتحفظ على سياراته وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق. بس يعني رد فعل ديدي ان هي حضراتكم بعتت الممثل القانوني بتاعها عشان يسمع أقواله بخصوص بيانات هذا السائق اللي بيشتغل عندهم، وإن هو عمل التحفظ على سيارته بس. مفيش بقى النظام ان انا المفروض لما اجي اعين حد اتاكد الاول من سلوكياته. مفيش حاجه اسمها صحيفه جنائيه اللي هو الفيش والتشبيه. مفيش حاجه اسمها تحاليل مخدرات، لا هم ما عندهمش الاوبشنات دي، سواء اوبر او ديدي او توصيل، الحاجات دي مش موجوده في القاموس بتاعهم. طبعا النيابه حبست المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق. بس الغريب بقى في اقوال السواق ان هو كان بيقول انا كنت بهزر مع الطالب، علشان كده كنت بحط ايدي على مكان حساس عنده. لا تعليق، حقيقي لا تعليق والله العظيم. يعني الواحد بيسمع حاجات غريبة، وهنسيب ليكم انتوا بقى التعليق والحكم. ولو اخدنا بالنا ان احنا اتكرر حوار التحرش المتكرر من الشركات النقل المختلفة حتى بعد الاجراءات القانونية اللي اتخذت ضد السواقين المتهمين في قضية حبيبة الشماع. يعني بعد موضوع حبيبة الشماع وبعد موتها والقبض على السواق دوت، حصل حادثة سيدة التجمع، حصل القضية او الحادثة بتاعة الطالب الثانوي، وغيرها من القضايا اللي اتكررت الفترة الاخيرة، واللي كأن ده اصبح سلوك طبيعي واسلوب حياة. انك لما تنزل تطلب عربية عشان توصلك مشوار، يبقى لازم يحصل لك حاجة من التلاتة، يا يتحرش بيك يا تغتصب، يا يعني ايه يعني شذوذ بقى. فده يبقى ده الطبيعي. ونتيجة كل اللي بيحصل ده، أقام أحد المحامين بدعوى قضائية لإلغاء تراخيص شركة أوبر وديدي وكريم وتوصيلة في مصر بسبب إيه؟ مخالفتهم لشروط الترخيص والصادرة نتيجة إهمال الشركات في اختيار السائقين، وإن كل السائقين طلعوا منحرفين ومتعاطين مواد متخدرة، وده اللي أثبتته التحاليل والتحريات. وترتب على هذه الدعوى القضائية إن القضاء المصري بيصدر قرار بإحالة جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء هذه التراخيص. كمان التزام الحكومة المصرية باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية، يعني يبقى في كاميرا تتركب داخل العربية نفسها وتبقى مرتبطة بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل لهيئة مفوضية الدولة، ونتمنى ان ده يتحقق في القريب العاجل. بس خلينا واضحين مع نفسنا. وبعد ما عرضنا تاريخ الشركات اللي حاطه في دماغها ان انا اكسب باي طريقه، وطز في الناس اللي بيتحرش بيهم، وطز في الناس اللي بتغتصب، وطز في الناس اللي بتموت نتيجه انها بتحافظ على شرفها، ومش فارق معاها ايه نوع السواقين اللي هي بتشغلهم عندها، همها المكسب الوحيد ولا يهمها المواطن، ومش مهم يحصل له اي حاجه سواء في مصر او في اي بلد تانية، المهم المكسب. ومفيش عقاب واضح ولا رادع وقوي ضد السائقين المتحرشين والمغتصبين
المصيبين والشاذين للاسف. ده بيساعد ايه؟ ده بيساعد السواق انه بيكمل اللي بيعمله ويبقى الضحيه المواطن. وعشان كده لازم نحافظ على نفسنا باي طريقه من الطرق المتعارف عليها عشان نحمي نفسنا من المهزله والبهدله دي. عشان كده لما احنا عرضنا الموضوع على صفحه الفيسبوك بتاعه القناه، وبنشوف اهم الاقتراحات اللي ممكن تكون مقترحه في المجال ده لحد ما القضاء يعني يقول كلمته، سواء هيلغي الترخيص او هيركب كاميرات جوه العربيات عشان تبقى مرتبطه بوزاره الداخليه وتحافظ على المواطن. جالنا يعني مقترحات كتير. كانت من اهم المقترحات دي ان اي حد مضطر انه يطلب عربيه للتوصيله، وخصوصا في المشاوير الطويله، يبقى معاه رشاش الفلفل تحت مسمى السيلف ديفense، او ان انت تحافظ على نفسك بنفسك. ده ممكن بيتعمل في البيت ويبقى معانا في الشنطه كحمايه شخصيه. لو حسيت ان السواق هيبدا يعمل اي حاجه، حضرتك بترشه على وشه على اساس ان انت بتكسب وقت، ان انت تخرج من العربيه بسرعه وتجري، ما يقدرش يعمل لك حاجه. وده كان مقترح كويس وكمان رخيص في يعني في تنفيذه. المقترح التاني ان احنا نستخدم المترو في المشاوير الطويلة لأقرب منطقة قريبة من المكان اللي احنا هنروحه، وده للأمان. وناخد بعد كده العربية دي كمساحة صغيرة مش هيتلحق يحصل حاجة فيها لحد ما قرار القضاء يطلع الخاص بتركيب الكاميرات. وبكده نتمنى ان حلقتنا تنال اعجابكم وتفيدكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وصفحتنا على الفيسبوك واللايك والشير وتفعيل الجرس. واشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة مع شخصية جديدة من شخصيات مركز التكوين. وكل سنة وانتم طيبين، فانتظرونا ومع السلامة.